في المناطق الشعبيه، المناطق الشعبيه اكثر انتاج المثقف العربي. شو السبب؟ هو خلينا نجي للمساله. هو تبدل انماط المعرفه. دور المثقف سابقا اختلف عن الان. دور المثقف سابقا يعني كان هو المثقف يظن نفسه مثل النبي او حامل رساله ومجتمع ينظر له نظره عاليه. بعد اخر 20 سنه تغيرت النظره للمثقف بكل العالم. مو الجماعه اللي تجي من الطائفه دمها ازرق لو كذا، لذلك الثوره الفرنسيه ايش قالت؟ اشربوا امعاء اخر قديس بامعاء اخر طاهرين. هاي فكره الدمج وفكره المجموع والطوائف هي اللي تدور مجتمعات. نتحرر منها، ركز على الافراد، على البشر، على الانسان بما هو انسان. هاي نقطه الانطلاق. وغير هاي اشوف وجهه نظر قد اكون مخطئ، اي حداثه وانطلاق بس. شفنا من عندك انه دائما دراسه تحليليه او تشخيص او عرض الكتب اللي قراتها او الكتب اللي او الشخصيات اللي تستنبط من عندها المقولات. هل لديك مستقبلا فكره انه تكتب كتاب؟ اسماء كتاب ومفكرين وكتب، يعني انا اشجع على ثقافه ترشيد الكتب. النهضه مصر بغير معرفه وكتب، يعني مو مساله تجاريه. انا كتبت كتاب عن القراءه وشد على يديكم ان شاء الله صاحبين ان شاء الله. عندك كتاب تسامع الكتاب يقرأ من عنوانه إلجام العوام عن علم الكلام. يقول القضايا الدينية الحساسة ما تطرح للنقاش، لأن صوت العاطفة راح يغلب صوت العاطفة. يصير نقاش متخصصين، من يصير نقاش عام تدافع وغرائز، لأنه الإنسان يظن أنه هاي الحقيقة الدينية جزء من تكوينه، فإذا تمسه فما راح توصل النتيجة. كان يصير سؤال بصراحه مختلف نوعا. ليش دائما احنا ننظر للمناطق البسيطه او المناطق العشوائيه لانها مناطق لا تقرا، ودائما حتى من نظره المثقف، لكن بالمقابل اليوم المثقف العضو بالعراق